عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، صينية البطاطس البشاميل باللحمة المفرومة الدايبة دوب دي، بصوا يا جماعة خطيرة ازاي. يا لهوي، انا عايزة اقول لكم لو كنتوا شميتوا ريحتها او دقتوا طعمها هتقوموا تعملوها دلوقتي مع جمالها، مع شوية كده رز ابيض. يا جماعة خطيرة خطيرة خطيرة، ممكن اصلا ناكلها لوحدها. انا عايزة اقول لكم يا جماعة، من احلى واجمل الحاجات اللي دخلت بقي. تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي. بصوا اصلا شكلها خطير ازاي، بجد بجد تحفة، وهتقومي تعمليها. حطيت الاول كده حبه سمنه على زيت، وبعد كده حطيت معلقتين كبار دقيق، قلبت فيهم كويس جدا لحد ما وصلوا لهذه المرحله. بعد كده نزلت عليهم باللبن عادي خالص. فضلت بقى اقلب فيهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، جامد 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 جامد. بس كده. وبعد كده بقى كان نزلت كمان بواحده مرقه، وكان عندي شويه قشطه في التلاجة، فقمت نزلت بيهم كمان، قلت مش هيخسروا. وكان عندي كمان شويه كريمه لباني، بس عايزه اقول لك ان انا لما بعمله بقشطه بس بيبقى خطير، بس قلت بما انها عندي احطها برضه. حطيت بقى الكوبايه بتاعتي، وبدات ان انا اقلب لحد ما يبدا يتقل عندي بقى، ومنزله بالتوابل بتاعتي: ملح وفلفل اسود وشويه توم باودر وشويه بصل باودر وسنه بابريكا صغيره. انا ما بافرش في توابل البشاميل. بصوا بقى يا جماعه بقى عامل ازاي كده ودايب دوب كده، يا خرابي. مين يا جماعه ما بيحبش البشاميل؟ مين. بس كده. بعد كده بقى البطاطس قطعتها حلقات زي ما انتم شايفين، وبدات ان انا ارصها في البايركس بتاعي كده، ايه، بفن وتفنين. يا جماعه انا لما بعمل حاجه او بطبخ حاجه بحس ان انا بجد كاني برسم لوحه، اللي هو الله، ما الاجمال يعني، ما اجمل. بس حطيناها كده، وقوم بقى حطيت اللحمه المفرومه. بس انا اللحمه المفرومه كانت متجمده عندي لسه شويه، وانا للاسف كنت لازم اعملها لانهم كانوا جعانين بطريقه مش طبيعيه. فطبعا انت كوني لسه معصجه اللحمه. ننزل بقى بالبشاميل اللي احنا عملناه الخطير ده يا جماعه، تغرقيها كده من فوق بقى ومن الجناب ومن كل حاجه. كده كنت خلاص. بعد كده بقى رجيتها رجتين كويسين كده يا جماعه، وبس كده. كان بقى ده شكلها كده يا جماعه خلاص. وهقوم مدخليها الفرن، نبدا نعمل الرز الابيض بتاعنا، رز ابيض عادي خالص، شويه زيت. بعد كده هنقوم نازلين بيهم بالرز الابيض بتاعنا المغسول. بعد كده رشه ملح كده، حبه ملح كويسين، ونقوم مقلبينهم كويس جدا. واقوم نازله عليهم بالميه المغليه. طبعا لو عندك شوربه، الرز طبعا هيبقى يتعمل بالشوربه افضل كتير. فضلت بقى اقلب شويه جدا. وبعد كده بقى نزلت، ده كان كيلو رز، نزلت عليه بكوبايتين او 3 كوبايات كبار ميه زي ما انتم شايفين كده، او تحطي الميه لحد فوق الرز بشبر كده واحد. بس كده يا جماعه. وقلبته كويس جدا كده لحد ما بدا ان هو يغلي جامد كده ويتشرب. قمت نقلاه على العين الصغيره ووطيت عليه النار، وبالظبط 10 دقايق يا جماعه، وطلع لي احلى واجمل رز مفلفل. بصوا يا جماعه، ده كده كان اهو بدا ان هو يتشرب بتاعي، ويبدا ان هو يغلي. وبس كده الرز بتاعي كان خلص. نغرفه بقى يا جماعه بشكل كده لذيذ خالص. وبعد كده بقى نغرف بقى عشان نشوف البطاطس. يا خرابي يا خرابي يا خرابي، غرفتها في القلب كده عشان ده قلبي حرفيا دلوقتي. بصوا بقى يا جماعه، البطاطس دايبه ازاي مع شويه رز كده، خطيره. اصلا البطاطس لوحدها بجد دايبه دوب، مستويه سوا، مش طبيعي، وجميله جدا. انا كنت اول مره اعملها، وبجد من وقت ما عملتها طلبوها مني اكتر من 3 مرات. خطيره جدا يا جماعه ودايبه دوب. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. عايزاكم تجربوها وتقولي لي رايكم، واوعدكم ان دي من اكتر الاكلات اللي انتوا هتحبوها، وكل شويه هتقوموا تعملوها.